ازاي تستثمر في التعدين والكريبتو عن طريق تطبيق كريبتو تاب براوزر ماكس سبيد. تطبيق للمتصفح محمله مليون مستخدم. عن طريق التطبيق ده لتقييماته 4.2 تقدر عن طريق التطبيق ده ان انت تتصفح الانترنت وفي نفس الوقت تكسب بيتكوين عن طريق تصفحك عن طريق تطبيق كريبتو تاب. كريبتو تاب هو متصفح عادي جدا تقدر تستخدمه في التصفح العادي زيه زي جوجل كروم فايرفوكس. بس هي الفكرة في ان انت كل ما بتستخدم التطبيق هو تطبيق شغال في التعدين. ازاي الكلام ده؟ يعني حضرتك في اعلانات، في كل ما انت بتخش على التطبيق تكسب، تشتري، تعمل اي حاجة عن التطبيق، فانت التطبيق بيكسب من خلالك. فهو بيحاول كمان يكسبك بالتعدين او الكريبتو. ازاي تكسب عن طريق التطبيق؟ ان انت تبقى محمل التطبيق على تليفونك، تبقى بتستخدمه هو المتصفح الرئيسي بتاعك. كل ما تستخدم التطبيق اكتر كل ما بيزيد رصيدك في الكريبتو اكتر. طبعا الرصيد بتاعك ده بيزيد كل 10 دقايق، تقدر تطلع عليه عن طريق التطبيق وتقدر تسحبه لو عندك باي بال. لان الكريبتو مش متاح عندنا في مصر. عشان تقدر تسحب لازم يبقى عندك محفظة إلكترونية تشمل تسييل فلوس الكريبتو. وطبعا بيبقى يعني أرباح قليلة جدا عن طريق كريبتو تاب، لأن البيتكوين وصل لأسعار خيالية وفلكية بعد ما كان بادئ يعني العملة الافتراضية ديت ببلاش. فالتطبيق بيحفزك وبيسخنك وبيقولك يلا اتفرج على رصيدك وهو بيزيد أثناء تصفحك للإنترنت عن طريق كريبتو تاب. طبعا في تطبيقات للتعدين كتيرة جدا موجودة على الماركت، تقدر من خلالها ان انت تستثمر في البيتكوين والاثيريوم وغيرها من العملات المشفرة. لكن التطبيق هنا بيلعب على مشاعرك ان انت هتكسب وانت بتتصفح. طبعا المعلومات ديت ممكن ناس استخدمت التطبيق وعندها محفظة وتقدر وحولت الفلوس او محولتهاش تقدر تفيدنا بيها تحت الفيديو في تعليقاتها عشان تقول لنا التطبيق دوت شغال فعلا وبيقدر اللي بيتصفح من خلال التطبيق دوت ان هو يكسب بيتكوين او اي اجزاء من البيتكوين، يعني عشان مجرد التصفح، ولا كله هري وضحك على الناس عشان الناس تحمل التطبيق وتستخدمه والتطبيق يكسب من وراهم الإعلانات اللي هو بيكسبها في الإشعارات الكتيرة جدا اللي تبقى مالية تليفونك لمجرد انك حملت متصفح زي دوت. لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق وعرفتها من خلالي شير ولايك وسبسكرايب. لو عندك اي معلومة ايجابية او سلبية اكتبها لي تحت الفيديو في الكومنتات عشان نعرف الناس الحقيقة التطبيق. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.